تعرف اللي في حاجات بينصبوا عليك فيها كل يوم والحاجة دي ممكن تموتك؟ تفتكر ليه المخدرات ممنوعة والسكر مش ممنوع مع انه مضر؟ طب انت عارف السكر بيعمل ايه في جسمك؟ في دكتور امريكي اسمه ايموند فرانسيس، ده باحث ودكتور امريكي. فلما وصل لسن 45 سنة جاله مرض غير معروف، الدكاترة احتاروا في حالته، فقرر اللي هو يقطع السكر خالص لمدة 45 يوم، بالاضافة ان هو يمارس رياضة. وسبحان الله لما استمر على الوضع ده المرض اختفى تماما، لحد ما الراجل ده الف كتاب وقال فيه ان لازم الناس تبعد تماما عن السكر، وقال ان هو سبب كل الامراض اللي ممكن تيجي لك. قال في كتابه ده واثبت ان معلقه سكر واحده يوميا ممكن تنزل مناعتك ل 50%، تخيل. واثبت في الكتاب ده ان السكر بيجيب الزهايمر او النسيان، انه كمان بيغذي الخلايا السرطانيه، وهو السبب كمان في جميع امراض القلب. طب اصبر عليا بس، كمان بيسبب زياده في الوزن وتخزين الدهون، واي مرض بيجي لك له علاقه بالسكر. جرب ما تاخدش سكر لمده 45 يوم وهتلاقي صحتك اتحسنت بشكل لا تتخيله. وفجاه بقى تعرف ان علميا ان الحلويات والسكر عامه اخطر من المخدرات والكحول والسجاير. واحد يقول لي طالما هو كده مضر لابعد حد زي ما انت بتقول، ليه بيبيعوه؟ اقول لك بكل بساطه علشان يجي لك امراض وتروح تشتري الادويه اللي هم بيبيعوها في الصيدليات، وبيكونوا ثروات ما تجيش في خيالك اصلا على قفا صحتك. الهدف من الفيديو ده انك تفهم النصب مش في الفلوس بس، النصب ممكن يكون في صحتك، في وقتك، في تفكيرك. خلي بالك مفيش حاجه انت بتعملها غير لما يكون في حد مستفيد من وراها. ما انت بتاكل، بتشرب، بتنام على السرير، تخش الحمام، اي حاجه بتعملها بيعملوا لك منتجات عشان ينصبوا عليك فيها، لدرجه اصغر حاجه المعجون السنان فيه مواد مسرطنه، تخيل. ابسط مثال اللمبه، انا ممكن اعمل لك واحده تقعد معاك 100 سنه ما تتحرقش، لا بس هو يعملوا لك واحده تقعد معاك شهر وتتحرق وتيجي تشتري واحده ثانيه، وهكذا. كده كده انت مضحوك عليك والكل مستفيد منك، فانت حاول انك تستفيد انت من نفسك، ركز على نفسك اكتر، هتلف تلف وهترجع لها تاني، وبس كده. سلام.